قلبي مشكلتي، طيبة قلبي مشكلتي دمرت لي حياتي. قعدت على السرير افكر في الحكايه دي لحد ما افتكرت كلمه قالتها حماتي لجوزي من سنه واحنا بنتعشى. قالت: الايام بتجري والعمر بيجري وبنت الغالي على الباب. يومها جوزي قعد يضحك وغمز لها وانا ما كنتش فاهمه حاجه. يبقى اللي بيحصل ده من حماتي خطه علشان تمشيني من البيت ويخلق جو ليها هي وبنت اخوها. وانا سارحه بفكر سمعت خبط باب شديد جدا. طلعت من اوضتي قال لي افتح الباب، واول ما فتحت الباب لقيت ايدي اتحطت على وشي. كانت ايد يوسف سيلفي وشدني على اوضه النوم بتاعتي وانا بحاول وبعافر عشان ابعد ايده من على بقي. وانا بعافر لمحت حماتي واقفه على باب اوضتي بالابتسامه العريضه على وشها وشايفه توسلاتي ليوسف ومش قادره ابعده عني. وبعدها حماتي اختفت فجاه ويوسف فجاه بعد عني. لقيته وقع على الارض وكان جوزي احمد وصل بالسلامه في اللحظه المناسبه ومسكه وقعد يضرب فيه. يوسف جري منه وهرب لتحت وراح احمد وراه وقال لي وهو بيجري: البسي هدومك شويه وراجع. ورجع احمد كان في قمه الغضب وبصلي وقال لي: هو اللي بيحصل انا كنت شايف ان امي واقفه بتتفرج وشافتني وجريت لتحت. انا كنت بعيط ومش قادره اتكلم ومرعوبه من الخضه. ضمني احمد بحضنه وفضل يطبطب عليا لحد ما اطمنت، لحد ما جمعت قوايا وحكيت الحكايه كلها لاحمد. فهمته ان امه طلبت مني ايه لحد ما يوسف اتهجم عليا. اليوم ده حماتي راحت عند اخوها واحمد جوزي اشترى ليا شقه وسكنت فيها لوحدي، وكمان طلق منى ضرتي علشان اتفقت هي وحماتي عليا يطلعوني البيت. ولحد الوقت ده احمد جوزي رافض يكلم امه وقطع اخوه يوسف نهائي. وبعد فتره عرفنا ان حماتي كانت عايزه احمد يطلقني ويكتب لمنى كل المحلات ومنى تتنازل لحماتي عن المحلات دي وهي اللي تورث فيها ومحدش يورث غيرها. طيبة قلبي مشكلتي، طيبة قلبي مشكلتي دمرت لي حياتي.